السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب. اليوم جيتكم بتحليه شابه بزاف وسهله ماهله والبنه ما نحكي لكمش، وتانيك بلا باتور وبلا اشباغ. ما تلقايش السبه وتقولي ما عنديش، نوضين نديروها كيف كيف. نبداو ان شاء الله على بركه الله. الحاجه الاولى انا جبت كاطون ماكسون اللي كان متواجد عندي، درته في ساشي وفتته بالحلال، وزدت فوقها 2 مغارف كبار زبده دايبه. جبت كسرونه حطيت فيها 2 مغارف مايزينا و2 مغارف كاكاو، ودرت تاني 3 مغارف نتاع سكر، وزدت معاهم 3 كيسان حليب. نخلطوا كل شيء بارد في بارد ونحطوه فوق النار، ومع التحريك المستمر حاجه باينه حتى تتقال الكريمه نتاعنا. هنا خياتي نحيتها من فوق النار وزدت لها طابليطه شوكولا، وهكا صوص او شوكولا نتاعنا راها واجده. وجبت لي بيغي تاعنا وحطيت في الطبقه الاولى لي بسكويت تاعنا، وزدت معاها صوص او شوكولا من الفوق، وديريها وهي سخونه نورمال باسكو دركا كي تريح باينه تشد روحها. تانيك من جهه واحده اخرى كنت موجده حبه نتاع بانان، حبه واحده تكفي وتوفي. قطعتها كما راكم تشوفوا بهذا الشكل وحطيتها تاني كطبقه اخرى. ولما كما يقول لك اللي ما يكونش واجد عنده البانان يعني اختياريه، يا ديريه يا ما ديريش التحليه يقعد الجون تاعها هو يعني اضافه. وكطبقة ثالثة ورابعة أنا ضفت له بسكوي، وهو اللي راح يمد لنا القرمشة للتحلية نتاعنا، باسكو التحلية لو كان فيها كاع غير كريم تجي ناقصة شوية، هي تجي شابة بصح يليق حاجة هكا تمد لك هذيك القرمشة. او تاني ضفت صوص الشوكولا نتاعنا من الفوق، وكتزيين يبقى اختياري. انا كانوا عندي حبيبات تاع جوز درتهم من الفوق، وتاني تقدري ديري حبيبات تاع شوكولا ولا ديري حبيبات تاع ماكسون ولا يبقى التزيين اختياري. وهذه هي كانت النتيجة يا اختي. وهذا ما يوالم في السهرة مرسلات ان شاء الله تقدم باردة، وخليوها تريح حتى لزوج سوايع هكاك باش كي تستبنوا تحليات تستبنوها على الصح، وجربوها شيرات صح، وصفة تستحق انكم تجربوها، وردوا لي آراءكم في التعليقات، ونتلقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.